ايه هو مقدار قوة زينيتسو الفتى المفضل ليا في الانمي الغير المفضل ليا؟ ايوه، ديمون سلاير بالنسبة لي مش من المفضلات. المهم ان كالعادة هيبقى في حرق من المانجا، وهو اديني تاني بكرر هيبقى في حرق من المانجا. المهم في البداية تعالوا ناخد نظرة على قدراته الطبيعية اللي مش طبيعية اصلا، وبعدها هناخد نظرة على قدرة التنفس بتاعه. القدرات الطبيعية زينيتسو عنده احساس قوي جدا لدرجة انه قادر انه يكتشف الخطر حتى من اضعف الاصوات، غير انه قادر على سماع الافكار الداخلية للناس، وده لو كان بيستخدم حاسة السمع عنده باقصى امكانياتها. وغير كده فهو قادر يستخدم القدرة دي في مساعدته في تحديد اماكن الشياطين عن طريق مقارنة الاصوات اللي بتطلع من الشياطين مع اصوات البشر. وتاني قدرات زينيتسو الطبيعية هي قتال اللاوعي. زينيتسو بيبقى اقوى بكتير لما بينام، وهو نايم او فاقد للوعي بيقدر يستخدم مهاراته في السيف على مستوى عالي جدا باعتماده بس على غريزته. بس مع مرور القصه بيبتدي اعتماده على الطريقه دي يقل، ويبدا انه يستخدم نفس المهاره والقدره وهو صاحي. تعال بقى نروح لحته ثانيه، اسلوب تنفس زينيتسو، اسلوب تنفس الرعد اللي اتعلمه من عمود الرعد السابق جيجورو كواجيما غالبا. اسلوب التنفس ده بيزيد من قوه المستخدم وخفه حركته عشان تتساوى مع قدرات الشياطين. تنفس الرعد بيحتوي على 6 انماط، بس زينيتسو ما كانش موهوب كفايه وما اتعلمش غير نمط واحد بس من السته، واللي بيتقال ان هو الاسهل، واستخدم منه تقنيتين بس تقريبا على حسب ما انا فاكر. بس فيما بعد زينيتسو اخترع نمط تقدر تعتبره النمط السابع لتنفس الرعد، واللي كان اسمه اله الرعد المشتعل، ولا اله الا الله سبحانه وتعالى طبعا. النمط ده شكل اشبه بشكل التنين، بيستخدم النار والرعد. استخدمه زينيتسو في قتال القمر العلوي السادس البديل كايجيكيو، واللي كان زميل زينيتسو في التدريب، واللي زينيتسو عمل النمط ده مخصوص عشانه اصلا. المهم خدنا نظره سريعه على قوه زينيتسو. تعالى بقى دلوقتي نعرف ايه هو مقدار قوه زينيتسو. زينيتسو من بدايه تقديم شخصيته لنهايه العمل كان واحد من التطورات المثيره للاهتمام فعلا. شخص جبان ما عندوش غير يعتبر 3 تقنيات بس، وكان قادر على هزيمه 2 قمر علوي داكي وكايجيكيو. من وجهه نظر قوه زينيتسو تساوي قوه هاشيرا، يستحق فعلا انه يكون هاشيرا، وده بسبب قدراته الغير متوقعه وازاي بيقدر يتاقلم في المعارك. بغض النظر يعني عن شخصيته الجبانه، بس تفتكر ايه ممكن يبقى ترتيبه بين الهاشيرا؟ من وجهه نظري زينيتسو مش بعيد قوي عن ميتسوري، بس طبعا الهاشيرا التانيين في مستوى تاني خالص. بس عايز اسيب لك سؤال، تفتكر مقدار قوه زينيتسو ممكن يوصل لفين لو اتقن انماط كتير من تنفس الرعد وبس؟